السلام عليكم. الا ما كينجحش معكم الطاجين ديال الكبده، اليوم جبت لكم واحد الطريقه سهله وسريعه والمذاق كيجي بنين ما تشبعوش منه، مع واحد لاصوص اللي كتجي خاطره ويا سلام. يلا على بركه الله نوجدوا هاد الطاجين. الطاجين ديالنا غادي نحتاجو 4 كاس ديال زيت الزيتون، من الاحسن يكون زيت الزيتون باش تكون وصفه صحيه. غادي نضيفوا ليه بصله اللي قطعتها مربعات صغيره، وجوج فصوصه ديال الثومه اللي حكيناهم في الحكاكه الرقيقه. غنخليو هاد جوج مكونات يتشحروا مزيان فوق نار مهيله حتى تدبل لينا البصله ديالنا. مورا ما دبلت لينا البصله ديالنا غادي نضيف ليها جوج مطيشات اللي حكيتهم في الحكاكه الرقيقه، والتوابل اللي فيهم نص معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال التحميره، وواحد ورقه ديال سيدنا موسى. ونضيفوا ليهم معلقه كبيره ديال القزبر. نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم ونضيفوا ليهم المكون الرئيسي اللي هو الكبده. والكبده راه قبل ما تستعملوها راه ضروري انكم تغسلوها. انا راني رقدتها في الماء والخل والحامض وقطعتها مربعات صغيره، عاد استعملتها في الطاجين ديالي. نعاود نخلط هاد المكونات ديالي مزيان مع الكبده اللي يلاه ضفت، وغادي نضيف لهم من الفوق الزيتون وواحد الفلفله. الناس اللي كيبغيو الفلفل، انا درت هنا واحد الفلفله. ونغطيو على الطاجين ديالنا. راه الطاجين ديالنا كيطيب بسرعه 15 دقيقه كيكون واجد. مورا ما دازت 15 دقيقه تيكون الطاجين ديالنا واجد. كنزينو بشويه ديال القزبر من الفوق وتنطفيو عليه. الطاجين ديال الكبده وجد. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش خليو لي لايك، كومنتير زوين، تشاركوه مع الناس اللي كتبغيو، وما تنساوش تشتركوا في القناه. وصحه وراحه.